ليكي في المطبخ او مالكيش في المطبخ، عايزه اقولك في خلال ربع ساعه هتكوني عامله احلى مبكبكه بالسجق على طريقتي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في الطريقه على طول. حله معانا على النار، اول ما تسخن هنضيف فيها شويه زيت، وبعدين هنزل ببصلايه. اول ما تبدا تحمر معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه هنزل كده بكام فص من الثوم، بتدي طعم وريحه خطيره في المبكبكه. بعد كده هنزل بنص كيلو من السجق البلدي، هشوحه كده لحد ما يستوي معايا لمدة تلت ساعة كده بالشكل اللي انت شايفاه. لو ما عندكيش صلصة جاهزة، انا دي صلصة جاهزة انا عاملاها في البيت. حطيت كده شوية كده من الصلصة الجاهزة، حطيت الملح والفلفل الاسود. لو انت ما عندكيش صلصة جاهزة تقدري تحطي كيلو من الطماطم مضروبة كويس ومصفياها، ولما تتسبك تبداي تنزلي بالبهارات وتنزلي بالمية المغلية. طبعا مكرونة يعني شطة، برضك ضفت شطة. اهم حاجة تجيبي نوع المكرونة اللي انت عايزاه، بس تكون اللي هي المكرونة المرمرية الصغيرة اللي انت شايفاها. نزلت بكيس، تقدري تنزلي بكيس ونص على حسب عدد افراد اسرتك. احنا ما شاء الله بناكل كيس واحد، احنا 4 افراد. بقلب كده المكرونه، وطبعا لما بتحتاج ميه كل شويه بزود لها شويه ميه مغليه وبسيبها على نار هاديه كده، ومع التقليب المستمر لحد المكرونه ما تستوي معايا. احلى مبكبكه بالسجق هتعملوها النهارده على طريقتي. عايزه اقولك انا بحب الاكلات السهله السريعه دي مع ضغط المدارس وضغط الدروس، حاجه كده في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير للفيديو، وان شاء الله انتظروني في وصفات احلى واحلى.